على مر الزمان هيفضل كفاح المصري الإنسان من أجل المكان. كفاح طيبة، سهرة خاصة مع انتصار غريب. الشعب المصري مكافح، الشعب المصري دايما بيثور ضد الظلم، ضد الاستبداد، ضد الاحتلال، ضد اي حاجة بتعوق مسيرة هذا الشعب. واللي بيقول على الشعب المصري ان هو خانع، ان هو ما كانش بيثور، ده حد ما قراش تاريخ. الأستاذ سعيد علي باحث في الآثار المصرية القديمة ومرشد سياحي. الكلام اللي أنا بقوله ده مظبوط ولا غير دقيق؟ هو مظبوط طبعا. اللي بيقول على الشعب المصري شعب بيتميز بالخنوع والخضوع، يا إما بيقول الكلام ده عن جهل، ما هوش عارف تلخبط ما بين السماحة والطيبة بتاعة الشعب، يا إما يكون ليه أغراض هو بيقولها عمدا لأغراض معينة. فهو الشعب المصري متسامح بطبعه، بيغفر، لكن لما بيوصل لمرحلة معينة ويفيض بيه الكيل فطبعا بيثور على الأوضاع اللي موجودة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. يمكن من أوضح الثورات الشعبية في التاريخ المصري القديم، يمكن مبكر، يعني في الدولة القديمة أو أواخر الدولة القديمة، الثورة اللي هي أشبه بثورة الجياع كانت في أواخر عصر الملك بيبي الثاني، أواخر الأسرة السادسة في الدولة القديمة. تمام، هي من أكبر وأشهر الثورات في التاريخ القديم. دي من حوالي 45 قرن من دلوقتي. كان السبب بتاعها ان الملك بيبي ده حكم اطول فترة في التاريخ في العالم كله. هو حكم اكتر من 90 سنة، لانه مسك الحكم طفل. بالظبط، كان عنده 6 سنين لما مسك الحكم، ومات وهو عنده حوالي 100 سنة. طبعا الارقام كلها تقريب، لان في الفترة دي التواريخ ما كانتش واضحة قوي. في بداية حكمه كان كويس. البداية طبعا بعد ما تخطى مرحلة الطفولة كان كويس. بعد كده بسبب السن والكبر والضعف فهو زمام الأمور فلت من إيده، والشعب كان في مشاكل اقتصادية وفقر، وبسبب ضعف الملك حكام الأقاليم نفوذهم زاد وابتدوا يفرضوا ضرائب على الشعب، وبيأيدهم الكهنة للحفاظ على مصالح شخصية خاصة بيهم. فحصل الثورة والانفجار الشعبي في آخر عصر الملك بيبي الثاني. يمكن الأستاذ سعيد علي كباحث في الآثار المصرية القديمة ما تنساش يعني التحرر الوطني ودور المصريين في تحرير بلادهم دايما من الاستعمار أو الوقوف في وجه الاستعمار. من أوضح الفترات فترة الهكسوس. أكيد احتلوا شمال مصر، لكن كان في مجموعة في الجنوب مستقلة وفرضت على الهكسوس بعد يمكن 100 سنة احتلال ان هم يخرجوا برا مصر. حكام الجنوب أو حكام طيبة عملوا حرب تحرير مصر ضد الهكسوس. طبعا انتهت التحرير في عصر الملك أحمس، وعادت لمصر استقلالها مرة تانية، لكن ما كانش برضو معركة عسكرية بس، لا دي كانت ثورة شعبية عارمة، سواء كانت شعبية أو عسكرية. تضافر كل جهود الشعب المصري للتخلص من حكم الهكسوس. الباحث في الآثار المصرية الأستاذ سعيد علي، يمكن الشعب المصري لما بيحس إن هو مش واخد حقه، إن هو اتظلم، إن هو تاكل حقوقه، وخاصة العمال، يعني العمال لهم قصص جميلة جدا في النضال من أجل الحق والعدالة الاجتماعية. أشهرها الإضرابات اللي عملها العمال في عصر رمسيس الثالث، كتير ما يعرفوش عنها معلومات كتير، وتشبه كتير من اللي بيحصل كان في عصرنا. أكيد هي فيها مفارقات كتيرة جدا بتشبه الثورة في الفترة الأخيرة هنا. بداية كان مقر العاصمة في الأقصر، العمال اشتكوا للوزير وطلبوا منه إن هو يكلم الملك علشان ياخدوا المرتبات بتاعتهم. الوزير اداهم شوية تطمينات، لكن على أرض الواقع ما كانش فيه نتيجة.
الناس عملت مظاهرات واعتصام، ما يسمى اعتصام، وراحوا المعابد يتظاهروا في المعابد. وبعد كده حصل هجوم على مقرات الخزائن الملكية، سواء كانت في الأماكن الخاضعة للدولة أو المعابد، وحصلت ثورة عارمة في البلد. لو قفزنا كده في التاريخ الأستاذ سعيد علي، في الفترات بقى اللي دخل فيها الفرس واللي دخل فيها البابليين أكيد الشعب المصري ما كانش بيسكت، كان دايما بيثور. طبعا الشعب المصري كان دايما بيثور على الأوضاع اللي هي بيستاء منها. ومن أشهر الثورات بتاعته في عهد الحكم الفارسي، وسموه عهد الويلات. الكلام ده كان سنة 525 قبل الميلاد، وبسبب الغزو بتاع الفرس وأرهقوهم في الضرائب وعدم احترام الحضارة المصرية القديمة. يعني مصر كان دايما بيطلع بيعمل مقاومة، بيعمل يمكن مقاومة مسلحة أحيانا. بعد العصر الفارسي ما دخل الإسكندر الأكبر، وبعد موته بدأ بطلميوس يجي وياخد مصر ويحكمه، وعهد البطالمة المصريين كانوا دايما يعني بيقوموا بثورات وبيقوموا بتحركات ضد الاحتلال اليوناني. الثورات في العصر اليوناني أو العصر البطلمي أخذت طابع عنيف ومقاومة مسلحة، لدرجة أن أحد زعماء الثورة في الفترة بتاعت البطالمة المصريين احتفوا به بسبب قيادته للثورة، ولقبوه بألقاب ملكية واعتبروه ملك. وكانت الثورة بتاعته ثورة مسلحة ضدهم، وتم تسجيل الثورة في بردية شهيرة سموها نبوءة صانع الفخار. ده هو الثوري كان اسمه حورون نفر. تمام. استقل بالجنوب يمكن 20 سنة. استقل في الجنوب فترة طويلة، وبعد وفاته برضو كان أحد الزعماء المشاركين معاه للثورة هو اللي أخذ ألقاب ملكية برضو. استمر، لكن كانت فترته حوالي 6 سنين. ده في عصر بطلميوس الرابع. في عصر بطلميوس الرابع. والثورات في عصر البطالمة ما توقفتش، يعني كان في عصر بطلميوس الرابع والخامس والثامن والتاسع. ثورات عنيفة، كانت ثورات عنيفة وثورات مسلحة. أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الأستاذ ولاء الدين بدوي، الباحث في الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار في العصر الحديث والمعاصر بمتحف الحضارة. يمكن كفاح المصريين وكفاح الحركة الوطنية المصرية لم تتوقف حتى بعد دخول العرب لمصر. كان فيه ثورات على الظلم أو الإحساس بعدم العدالة. في عصر المأمون مثلا حصلت ثورة كبيرة استدعت الخليفة المأمون إن هو يجي مصر. في العصور اللاحقة المملوكي الفاطمي وغيرها من العصور. أهم مظاهر ثورات المصريين ودوافعها في العصر الإسلامي. في العصر الإسلامي ظهرت ثورات كثيرة، كانت أهمها وأشهرها في أواخر العصر الأيوبي، الثورة التي ظهرت في مصر على حكم أيبك في ذلك الوقت. وكتب فيها المقريزي إن هو الشعب كان يقال إن أيبك كان رجلا ليحافظ على حكم، كان سفاكا للدماء، وكان يخلي مماليكه أعلى من بقية الطوائف الموجودة في ذلك الوقت. فكانت الشعب المصري أو اللي قاعدين في مصر في ذلك الوقت من جميع الجنسيات، لأن كانت الجنسيات مختلفة. عز الدين أيبك، عز الدين، مع إن فيلم وائل إمام طلعه راجل رومانسي ولطيف يعني. للأسف أيبك الطيب. أيبك الطيب. فللأسف كان سفاكا للدماء للحفاظ على حكمه. فقامت ثورة في أواخر حكمه هي التي أدت بعد ذلك إلى مقتله. يعني مش شجر الدر اللي قتلته دي كانت من أحد الأسباب. يعني كان الشعب متقبل مقتل أيبك،
كان متقبل مقتل أيبك بشكل إن هو ما حزنش عليه، لأن هو كان جلاب للضرائب كثيرة على الشعب، سفاكا للدماء، كل من يعارضه يسفك دماء. الشعب كان بيقوم الشعب كان بيقوم، بس كان مع هذا كانت جنوده يقومون على الشعب. فكان مكروها. مع بداية بقى العصر المملوكي بتهيألي كان عصر كله ثورات أو معظمه ثورات. احنا لازم قبل العصر المملوكي نرجع فترة تاريخية هامة، هي الفترة الفاطمية، وهي لازم نرجع لها. وكان لازم نقول في الشدة المستنصرية اللي كانت في العصر الفاطمي، وكانت في أواخر أيامها قامت ثورة كبيرة، لأن كان في مجاعة وهذا ما أدى إلى انتقال الحكم لحقبة أخرى، وهي الحقبة الأيوبية. إن في مصر كتب كثير من المؤرخين المعاصرين في هذه الفترة، منهم من كان يعاصر الدولة الفاطمية، وكتبوا عن المجاعة الشهيرة وثورة الناس على الحاكم، لأن كانت طول فترة الحكم للمستنصر لدين الله الفاطمي إن هو أدت إلى فساد الدولة، فساد كثير من الشخصيات الحاكمة في ذلك الوقت، كبر سن الحاكم أدت إلى هزة اقتصادية كبيرة، أدت إلى مجاعة، أدت إلى ثورة. وهذا كان مرحبا به من الشعب لدخول دولة جديدة هي الدولة الأيوبية، وترحيبا بأسد الدين شيركو ثم صلاح الدين الذي جاء بعد ذلك. كانت الحقبة الأيوبية لم يكن فيها ثورات شهيرة، أو ممكن نقول مناغشات ما بين صلاح الدين وبعض الولايات في بداية حكمه، وإنما كان المجهود الأكبر لمحاربة الصليبيين. بعد ذلك جاءت الحقبة المملوكية، وكانت ما بين هذا وذاك، لأنها كانت أكثرها المماليك اللي جاءوا إلى مصر كانوا مقسمين إلى أتباع، فكان المملوك دائما عينه تنظر إلى المملوك الآخر أنه صديقه، أو هو اللي هيقدر يسنده في الوصول. كانوا ينظرون إلى أبناء الشعب أنهم أعداء. وهذا مظاهر الثورات اللي قامت في عهد ممكن نقول السلطان محمد الناصر محمد بن قلاوون، واختلاف حكمه واختلاف فتراته ما بين العزل مرة واثنين وثلاثة، وجاء بعض السلاطين في ذلك الوقت بسبب فساد الحكم. يعني كان كل فترة يعزلوا الناصر محمد ويجي واحد يحكم، وبعدين يعني الناصر محمد يرجع تاني الناصر محمد كان صغير في السن، وما جاء للحكم عزل. يعني أستاذ ولاء الدين بدوي هو بدءا من زي ما قلنا عز الدين أيبك، يعني من بداية الدولة المملوكية، وهي أواخر الأيوبي، أوائل الأيوبي، وبعدين أواخر الأيوبي بداية الدولة المملوكية. وبعدين طوال الدولة المملوكية ثورات. نعم. ما بين ثورات على الحكم، ما بين المماليك وبعضهم يعزلون بعض، أو ما بين أنا بتكلم على الشعب المصري. الشعب أكثره كان يثور على الحاكم الفاسد. ودي حقيقة. يعني احنا عندنا مثلا السلطان لاجين اللي هو سلطان ليلى، علاء الدين لاجين، ان هو تولى بالليل وقبل ظهور الشمس عزل. ده في المرات اللي تم فيها عزل، احدى المرات اللي تم فيها عزل الناصر محمد بن منصور قلاوون. بعدها احدى هذه المرات ان السلطان الناصر محمد كان في احدى المره الثانيه كان يتولى بيبرس الجاشنكير. وفي مقوله شهيره للشعب المصري، هو دايما بيدخل ثوراته بخفه دم. فكان في ذلك الوقت كان في شده في مصر في النيل، ان هو ما بلغش المصاب بتاعه، يعني في انخفاض في النيل. فقالوا بعض الكلمات الشهيره اللي احنا حتى ممكن بنقولها حاليا او بنستشهد بيها، اللي احنا بيقول سلطاننا راقين ونايبه دقين، يجينا الماء من وين.
هاتوا لنا الأعرج يجي الماء ويتدحرج. وده كان في ذلك الوقت كان نايب السلطنة هو الأمير سلار، ده كان أجرود. فقالوا ليه إن هو ما كانش بتطلع ليه لحية يعني، فقالوا لأنه هو إيه ده كين ما بتطلعش ليه اللحية. وكان الناصر محمد بن قلاوون كان يقال إنه هو في بعض العرق كده في رجلوه فكانوا محبوب من الشعب. فقالوا هاتوا لنا الأعرج. والسلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير كان تحقيرا ليه قالوا راكين يعني احتقارا ليه، وهذا من خفة دم المصريين وسخريتهم من يكرهونه. واعتقد ده حصلت بعد ذلك القلش بقى ده القلش زي مثلا اللي حصل بعد كده من بعض هذه السخرية مثلا في أيام العثمانيين. إيش تاخد من تفليس يا برديسي اللي كان في الوقت ده الضرايب اللي جلبت على الشعب المصري. أزهى عصور الشعب المصري بتهيألي الباحث في الآثار الإسلامية الأستاذ ولاء الدين بدوي يعني في الثورات والخروج بقى ضد الظلم كانت في العصر العثماني. أصحاب الجلاليب الزرق الفلاحين وكانوا بيرقبوهم أصحاب الجلاليب الزرق وكان في ظلم فعلا باين. دي حقيقة. الجنس التركي كان في ذلك الوقت هو من يتولى أمور البلاد بكثرة، وكان ظلمه واضح للفلاحين والجند حتى اللي كانوا موجودين تحت إماراتهم. فكانت ثورات دائمة على الجنود الأتراك والأرناؤوط في ذلك الوقت الذين بيحكموا. وكانت مدة قصر مدة حكم الوالي اللي بيجي يحكم مصر ما بين سنة و3 سنوات، فكان بيجي يقدر يجمع أكبر قدر من الأموال بدون بينهب الشعب. وكان الفلاحين دايما هو أكثر الناس قياما بهذه الثورات لما يأخذون من قوت يومهم اليوم. يمكن الشعب المصري أستاذ ولاء الدين بدوي بيتهم دايما انه ساكت وما كانش بيقاوم وبتاع. نفس الناس تقرا التاريخ ده تشوف كده الشعب اللي كان بيخرج بأقل حاجة. طبعا هو ما عندوش سلاح زيهم يعني، ما عندوش مدفع ولا عنده بندقية، لكن كان بيخرج بالفاس بتاعه او بيخرج وده الدليل اللي موجود حتى ما قبل العصر الحديث، عندما قبل ما اول ما دخل نابليون بونابرت مصر والثورات اللي حصل ثورات القاهرة الأولى والثانية اللي كانت هو عارفين إن ده جاي بمدافعه وأسلحته الحديثة، وهم لسه ما زالوا يخرجون بسيوفهم وخناجرهم رغم عدم تكافؤ المعارك. ده احنا نيجي بقى لبداية العثماني اللي هو في عصر سليم الأول وطومان باي، وكان معاه الحرافيش المجموعة اللي هي الشعبية البسيطة وقفت أمام سليم الأول وهو معاه مدافع وهم كانوا لسه. نعم، هي كلمة الحرافيش كلمة كمان جميلة. دي أطلقت في العصر المملوكي. يعني هي جاية ليها بذور تاريخية أطلقت في العصر المملوكي، وخاصة في عصر السلطان إينال. لأن هو كان سلطان إينال كان مش مصري، وكان لا يتكلم أيضا العربية، وكان سبب قامت في عهده ثورة رائعة من المصريين إنه هو كان بيغش، حتى السلطان نفسه بيغش في العملة المصرية. بيزور العملة الذهب بتاع السلطان نفسه فقاموا عليه، وكانوا بيقولوا نصاب وكانوا بيقولوا ان اللي معاه دينار إينالي ما يجيش على بالي. وبعض السخرية اللي يتمتع بها الشعب المصري عبر عصوره التاريخية. يعني الشعب المصري طول عمره مقاوم. طومان باي اتعرض عليه يحكم في ظل العثمانيين، رفض، والمصريين وقفوا معاه بقوة لأنه كان مصري أصيل. وهذا ده خلاف عن المماليك الذين جاءوا من خارج أرض مصر. طومان باي ولد على هذه الأرض وتعلم على أرضها وحكم شعبها، فكان لم يرضى أن يخون الشعب المصري أو أبناء جنسه من المصريين. عرض عليه سليم الأول عندما جاء وبدأ يرحل، أخذ 1000 من الحرف المصرية نقلها إلى اسطنبول وإلى تركيا في ذلك الوقت، وعرض عليه أنه هو يبقى نائبه في السلطنة على مصر، وهو رفض. ولولا خيانة بعض الجنود الغير مصريين لكان زمان تحول
اتعلق بقى بعد موقعة الريدانية على باب زويلة، على باب زويلة 1517 للأسف ميلادية. من أرضنا هل الإيمان والدين، عيسى ومحمد ثور الدين خالدين. من أرضنا هل الإيمان والدين، عيسى ومحمد ثور الدين خالدين. من أرضنا هل الإيمان والدين، عيسى ومحمد ثور الدين خالدين. والعلم ثورة ومن هنا آمن، والفن والحرية والتمثيل. قوات نهزك يا تاريخ تنطلق، نحكم عليك يا الأستاذ يوسف محمد الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر. يمكن ثورة يناير والموجة الثانية بتاعتها 30 يونيو رجعتنا لمحاولات وإرهاصات للشعب من أجل التحرر الوطني. لن ننسى عرابي، لن ننسى ثورة 19، تحركات كتير جدا. يعني أنا حاسة أن كأن الميراث لسه موجود ومستمر. طبعا أنا لو بدأنا حتى نتكلم من ثورة عرابي، ثورة عرابي كان التحام الشعب المصري بالبشوات لأحمد عرابي باشا في النهاية. الفلاحين التحموا ووقفوا جنود وراه. الاستشعار بالخطر الخارجي ده شيء بالنسبة للمصريين بيعمل درجة من درجات التوحد والتمرد ضد أي مستعمر. أما ليه دايما بيقولوا إن جيش عرابي وحركة جيش ما كانش فيها شعب والكلام ده كله؟ لتقليل من حجم إمكانيات، لأن السلطة في الفترة دي كانت واخدة موقف سلبي اتجاه المستعمر، اتجاه الدخول الإنجليز مصر. وبالتالي التحم الجيش المصري مع حتى الطبقات اللي كان ممكن يبقى فيه تعارض ما بينهم وما بينهم على المستوى الطبقي أو الاجتماعي، التحموا لمقاومة الاستعمار. ده بالنسبة لثورة عرابي. حاولوا يقللوا من حجم ثورة عرابي، لا دي ثورة شعبية كانت مرتبطة بالتحرر الوطني والخروج من نير الاستعمار. أستاذ يوسف محمد، بالنسبة برضو لثورة 19 قعدوا برضو يشككوا فيها، مع إن أنا درست إن كان كل الشعب تقريبا في الثورة. حصل احتقانات داخل المجتمع المصري اتجاه المستعمر الإنجليزي، وبالتالي الشعب تمرد وتوحد على مقاومة، وهي ثورة شعبية لمقاومة الاحتلال. لكن وطبعا الموقف السلبي كالعادة من السلطة كان موجود. دايما نسمع عن حركة عمال، طلبة، شباب. ليه دايما كده الثورات مرتبطة بالشباب أستاذ يوسف محمد؟ لم تنتهي حركات التمرد الاجتماعي والشعبي في مصر من 19 حتى 52. وكانت أنضجهم سنة 46. التحام حركة الطلبة والعمال، عمال جامعة القاهرة اللي كان اسمها فؤاد الأول، كانت فؤاد الأول في تلك الفترة. قامت الحركة الطلابية بالالتحام مع حركة العمال، وبالتحديد كان شبرا الخيمة اللي كانت الحركة فيها قوية، الحركة العمالية ناضجة في تلك الفترة، وقدرت تقف الموقف الرهيب اللي حصلت اللي عملته. وبالمناسبة حصل مقاومة شديدة جدا من الإخوان المسلمين للثورة دي أو للانتفاضة. يعني الإخوان المسلمين كانوا ضد ثورة الطلبة والعمال في 46؟ ده فعلا كانوا ضدها، وكانوا باكتساب مواقف سياسية من الملك. حتى بعد ما فتح الملك أو رئيس وزراء كبرى عباس وأغرق 200 من الطلبة، اللي هو يوم الطالب العالمي اللي هو 21 فبراير. كانوا برضو يعني هذا يدل على أن لما بيظهر فصيل له مكاسب خاصة ده بيفسد ثورة الشعب بشكل كلي. نيجي لثورة يوليو 1952. يمكن بدأها الجيش، لكن البعض بيصنفها ان هي ثورة اجتماعية وشعبية. طب ازاي؟ هي ثورة شعبية لأن في مطالب اتحققت للشعب المصري عبر ضباط الجيش اللي هم خارجين من الحركة الوطنية المصرية. ما كانوش بعيد عن الحركة الوطنية، بالعكس كانوا في همومها
وفي مظاهراتها. ولا عشان خدت شرعية من ان الشعب نفسه نزل وأيد الثورة بتحركات في الشارع؟ هي الشرعية الأكتر ان بتحقق مطالب الاجتماعية للشعب، فالشعب يأيدها. طيب 1968 لقينا مظاهرات فكرتنا ب 46 للطلبة برضو والعمال. ما كانتش بالقوة دي، لكن كانت مطالب مختلفة. كانت إعادة للمحاكمة السورية لضباط الطيران في الفترة دي بعد النكسة، ومطالبة بمزيد من الديمقراطية. دي حركة 68. وأنتجت حركة طلابية قوية جدا في تلك الفترة. 77 بعدها 1977 كان في انتفاضة. دي انتفاضة كانت من أهم الانتفاضات في تاريخ مصر الحديث، لأنها قامت في نفس التو واللحظة من اسكندرية لأسوان. ديت اللي هي 18 و19 يناير بالظبط كده. انتفاضة الخبز. اللي الرئيس ساعتها قال انتفاضة حرامية، والقضاء قال انها انتفاضة خبز. الرئيس السادات. لكن أستاذ يوسف محمد، يعني احنا من خلال الاستعراض ده شايفين ان الشعب ممكن يأيد السلطة زي ما حصل في 52، لكن ممكن يطلع ضدها وممكن يستنى شوية. ده بيدل على ان الشعب اللي اتكلمنا عنه من ايام الفراعنة لحد 25 يناير اللي هنتكلم عنها بعد شوية، مقاييسه تكون مختلفة شوية. يعني ان هو بيصحى وبيقوم لما بيلاقي ان مكاسبه الخاصة تعرضت للخطر. الشعب المصري لم يقف عند فترة معينة من تاريخه الحديث إلا بثورة. شعب غير ديناميكي داخليا. عندما تتعارض مصالحه ويشوف ان في فساد مرعب في السلطة السياسية والفساد الاجتماعي، ويقدر يبقى فيه ضرر بمصالحه، بيقدر يقوم ينتفض. وده اللي حصل في 77 واللي حصل في 68 واللي حصل بعد كده في 25 يناير و30 يونيو. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيديها وتسلمولي على بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحب. الباحث في التاريخ الحديث المعاصر الأستاذ يوسف محمد، 25 يناير و30 يونيو كموجة ليها ذكرت في الدستور، لكن البعض شايف ان دي مش ثورة ودي مؤامرة، والتاني يقول لك لا ده انقلاب، والتالت عمالين يصنفوا برضو نفس الفصائل، ام دقن وام من غير دقن وذيول الأنظمة مبارك والإخوان بيصنفوا الثورة بالموجة بتاعتها تصنيفات زي ما هم عايزين. أولا إذا كنا نتكلم عن 25 يناير، ف 25 يناير بتسجل من أعظم الثورات في تاريخ العالم، لأنها طبقا للثورات حتى بالشهداء اللي فيها تعتبر سلمية. أيوة فعلا. طبعا مبارك والإخوان أعداء للثورة، فالشيء الطبيعي أنه يقولوا عليها كل الكلام اللي بيتقال، إن في جزء يتقال عليها أنها مؤامرة. مفيش مؤامرة شعب بينفذها. هو الشعب طلع ملوش دعوة، طلع كده. 25 هو اللي طلع في 30 يعني بالظبط كده، لأن مكتسباته هو افتقدت ومطالبه ما اتحققتش. بالظبط، ولازم يحقق مطالبه عبر فترات، والشعب المصري ما بيسكتش. واللي عايز يفهم يسمع بقى السهرة من الأول والبرنامج الأول عشان يعرف ليه الشعب بيتحرك عبر التاريخ. والشعب المصري طول عمره بيتحرك وهيتحرك، وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر، وكل
طفل هيفضل صغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا. في ذكرى 25 يناير مش هننسى إن هنا كانت أول كلمة، هنا كانت أول ثورة. مع أجمل تحياتي وتحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية، انتصار غريب.